العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أيها السادة والسيدات من الفضاء الإثرية، نحييكم ونستهل هذه النشرة بأبرز عناوينها. استقبال رسمي وشعبي كبيرين لرئيس جمهورية الصومال. زيارة الرئيس الصومالي تفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين. دورة تأهيلية لإعداد الدراسات. الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى بعد اشتباكات. والقمر الدموي يبهر في أطول خسوف كلي في القرن ال21. حريق كاليفورنيا يقتل رجلي إطفاء وهروب الآلاف. وصل إلى البلاد ظهر اليوم السبت 28 من يوليو فخامة رئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والجبهة، حيث جرى له استقبال حاشد وتم عزف السلام الوطني لإريتريا والصومال. وخرجت الجماهير واصطفت في شوارع مدينة أسمر لاستقبال ضيف البلاد الكبير في هذه الزيارة التاريخية حاملة الأعلام الإريترية والصومالية. وترجل الرئيسان من السيارات لمصافحة الجماهير العريضة التي خرجت لاستقبالهم. وضم الوفد المرافق لرئيس جمهورية الصومال وزراء الإعلام والثقافة والسياحة والمواصلات والإنشاءات ووزير دولة بوزارة الخارجية وعدد آخر من المسؤولين. وسيجري فخامة رئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد مباحثات مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسيصدران إعلانا مشتركا في ختام المباحثات. وسيقوم الرئيس الصومالي والوفد المرافق له خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام بزيارات لمختلف المشاريع التنموية الجارية في البلاد. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي السيد طاهر محمود قلة في تصريح لوسائل الإعلام الإريترية أن زيارة رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية السيد محمد عبد الله محمد حدثا هاما يفتح صفحة تاريخية جديدة في العلاقات الإريترية الصومالية. وأوضح بأن زيارة الرئيس محمد عبد الله هي الأولى لرئيس صومالي لإريتريا، معربا عن آماله لإحداثها نقلة في العلاقات الشعبية والأخوية إلى أعلى مراقي التعاون والشراكة. وأشاد بحسن وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي. وأشار الوزير إلى أن الشعبين الإريتري والصومالي لهما الكثير من التشابه في التاريخ وتجارب الاستعمار والنضال والقيم. وقال أن التشاور الذي سيجري بين الرئيس إسياس أفورقي والرئيس محمد عبد الله محمد خلال هذه الزيارة التاريخية والاتفاقات التي يتم التوصل إليها تدعم العلاقات الأخوية وتسهم بدور كبير بتجاوز سلام واستقرار وازدهار المنطقة. وأوضح أن السلام متطلب أساسي لشعوب المنطقة التي عانت لسنوات طويلة من الصراعات وتأثيره، ويتطلب تحقيق ذلك التعاون والتكامل للمضي قدما نحو الازدهار. وقال أن التغرب ومناخ السلام المبشر الذي تشهده الدول المنطقة سيكون له انعكاسات كبيرة. هذا وقام الرئيس إسياس أفورقي مأدوبة قضاء على شرف رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية الفيدرالية السيد محمد عبد الله محمد والوفد العالي المستوى المرافق لفخامته. أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية حقات السيد كيدان كبروم عن بناء 3 حفائر لتوفير مياه الشرب والسقي ورفع الإنتاج الزراعي وحرث 80% من الأراضي الزراعية. وذكر في الاجتماع الذي شارك فيه الإداريون والمهنيون الزراعيون عن وجود مساحة 19,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وقد تم زراعة 15,000 هكتار منها وتقديم 90 كونتالا من بذور الذرة المحسنة مجانا لمزارعي انجنياق وعد عمر. وأشار إلى دور الحفائر ال3 الجديدة في شبق وعد فاكاي وحشيشاي لتنمية المياه الجوفية. وأوضح المشاركون بأن حملات التوعية والتعريف بدودة الحشد الخريفية الطائرة وسبل مكافحتها كان لها نتائج مرضية،
مؤكدين الإيفاء بالمتطلبات وتعزيز التعاون. نظم مكتب البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة دورة تأهيلية في العاصمة أسمرة من 18 حتى 25 من يوليو حول أساليب إعداد الدراسات. وتساعد الدورة التأهيلية لعمال المؤسسات الحكومية التي أشرف عليها البروفيسور برهي هبتقرقش إجراء الدراسات العملية والعلمية لحل المصاعب المؤسسية والإدارية. وأعرب مسؤول البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد زمهرة يوهنس في المراسم التي جرت لدى اختتام الدورة عن آماله لإدراك المشاركين في الدراسات أساس التطور، داعيا لتطبيق المعرفة المكتسبة واتخاذ المبادرات حسب القدرات في مكان العمل. من جانبه حث البروفيسور برهي القادم من أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على تطوير القدرات وإحداث تغيير إيجابي. قدم الليثويون المقيمون في المهجر مواد عينية بقيمة 15,000 يورو لمدرسة الصم ومدرسة أبرهة بهتة للمكفوفين. وقد قدم المبلغ للمدرستين بعد أن قام بجمعه الليثويون المهتمون لعلاج السيد هبتس اللاسهيل الذي وافته المنية وتوظيفه لهدف إحساني آخر. وضم الدعم جهاز نسخ وكمبيوترين وكاميرات تصوير ثابت ومتحرك وآلة عرض أفلام الفيديو وجهاز الكتابة والقراءة للمكفوفين. إلى فاصل قصير مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. دخلت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى ونفذت عمليات اعتقال فيما وصفتها الشرطة الإسرائيلية بملاحقة لشبان رشقوا القوات بالألعاب النارية والحجارة أثناء اشتباكات خارج المسجد. وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 24 شخصا، وأضافت أن 4 ضباط أصيبوا في الاشتباكات. وقالت السلطات الإسلامية أن عشرات أصيبوا بسبب قنابل الصوت الإسرائيلية. ووقعت المداهمة النادرة في الوقت الذي قال فيه مسعفون في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أن الجيش الإسرائيلي قتل شخصين أحدهما صبي خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود. وقال مسعفون أن رجلا وصبيا قتلا وأصيب عشرات بنيران الجيش الإسرائيلي، ليرتفع إلى 154 عدد القتلى الفلسطينيين في المظاهرات الأسبوعية التي بدأت في 30 من مارس الماضي على الحدود بين غزة وإسرائيل. أظهر قمر دموي اللون مراقبي النجوم في كثير من أنحاء العالم يوم الجمعة، وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن 21. ومن رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط من الكرملين إلى ميناء سيدني شخصت أبصار الآلاف نحو السماء لرؤية القمر الذي أعتم ثم تحول لونه إلى البرتقالي والبني لدى توقله في ظل الأرض. وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن الخسوف الكلي استغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سبقه وتلاه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر قبع 3 ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض. ومنذ آلاف السنين يجول الإنسان بنظره في السماء بحثا عن بشير خير أو نذير شؤم، لكن علماء الفلك قالوا أنه لا يوجد ما يستدعي القلق. ومن المتوقع أن يحدث خسوف القمر المقبل لنفس الفترة الزمنية في العام 2123. تم الإعلان عن فقد 9 أشخاص بينما يزال حريق غابات في شمال كاليفورنيا مستعرا اليوم السبت بعد مقتل 2 من رجال الأطفاء وتدمير مئات المباني وهروب الآلاف من السكان المزعورين من منازلهم. وانتشر نحو 3400 من رجال الأطفاء وطائرات هليكوبتر وطائرات أخرى لمكافحة حريق كار فاير الذي أتى على 48,300 فدان بينما يستمر الحريق في مدينة ريدينغ. وهرب أكثر من 38,000 شخص في ريدينغ ومناطق أخرى في مقاطعة شاستا بعدما زادت سرعة الحريق وقوته. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الحريق دمر 500 مبنى وترك بلدة كيسويك التي يعطونها 450 شخصا حطاما يتصاعد منها الدخان.
وقال مدير الإدارة أن عملية احتواء الحريق المستعر منذ 6 أيام لم تتجاوز نسبتها 3% فقط، إذ تزكيه درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأسبوع المقبل على الأقل. تمكن قواص روسي مبتورة أطرافها الأربع من الغطس على عمق 30 مترا في المياه المفتوحة للبحر الأسود لاحتل بذلك مكانا في الموسوعة الروسية للأرقام القياسية. وكان ديمتري بافلينكو فقد كل أطرافه وهو في سن 19، وغطس قبالة ساحل شبه جزيرة القرم ليسجل باسمه رقما قياسيا بوصفه القواص مبتور الأطراف الذي غطس منفردا على أكبر عمق في المياه المفتوحة. وشاهد عملية الغطس التي استغرقت 15 دقيقة مراقبو الموسوعة الروسية للأرقام القياسية الذين ظلوا على متن قارب، بينما كان بافلينكو يغطس مرتديا معدات الغطس. ورغم أن المياه دافئة على السطح إلا أن درجة حرارتها في الأعماق تصل إلى 11 درجة مئوية كما تقل الرؤية. وصلنا إلى نقطة الختام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.